شراكة بين الخطوط الجوية التونسية وشركة إيرباص المصنعة للطائرات تمخض عنها بعث مركز تكوين فنيي طائرات بتونس اختصاص طائرات A320 و330. اليوم ثم تقريبا 600 طائرة ايربوس A320 و A330. العدد نتاعهم باش يصبح بعد 5 سنوات 5000 طائرة. إذا ثم مجال كبير ياسر لخدمات تونسية في مجال الطيران، وهذا يعبر على أن حقيقة ثم ثقة في تونس، ثقة في الطيران التونسي وثقة في التقنيين التونسيين. هذا المركز السادس من نوعه في العالم من المراكز التي أنشأتها إيرباص ستكون إدارته تونسية وستشرف عليه كفاءات من الفرع التقني للخطوط التونسية تونيسير تكنيكس لتقديم دورات تكوينية للتونسيين والأجانب تستجيب للمواصفات والمعايير الأوروبية في مجال التكوين والصيانة والمعروفة عند أهل الاختصاص بباخت 147، على أن يتم في ختام الدورات منح شهادات باسم شركة إيرباص. إيربوس كونت لنا المكونين، والمكونين هذوما باش يكونوا الإيربوس والشركات طيران أخرى، وهذا باش يمكن تونيسير باش تحسن من مستوى تكوين التقنيين نتاعها، وثاني حاجة تمكنها من مداخيل إضافية. يشار إلى أن شركة إيرباص قد تعول على خدمات هذا المركز لتكوين الفنيين العاملين بالشركات المقتنية لطائرات المصنع الأوروبي. هذا المركز الأول من نوعه عربيا وإفريقيا سيساهم في إشعاع تونس إقليميا، بما أنه سيستقطب طلبات تكوين من القارة الإفريقية كانت تنجز سابقا في المراكز الأوروبية. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية من معرض البرجي بالضاحية الشمالية بباريس.